الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لناظم هذه الأبيات يقاتل من لا تأخذه سنة ولا نوم وكان له وطيب له اليقظة والنوم يا ذا الوجود والبقاء والقدم يا ذا المخالفة قس من القدم يا ذا الوجود والبقاء والقدم يا ذا المخالفة قس من القدم يا ذا القيام أبدا والوحدة يا من كتابي إليه وحده إنك ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة والإفادة والسمع والبصر والكلام يا ماحيا بالمنتقى آلامي إنك قادر مريد عالم حي سميع زحزح المظالم أنت بشير متكلم جذب لي كتابه المجيد فانجذب لك بلا افتراء النسية يا من كفاني الظلم النسية لك بلا مراء سلبية يا من كفاني الظلم القلبية لك بلا شريك المعاني والمعنويات بلا معاني يا فاعلا بإذنه يجري القدر لغير أحمد كذا سخط القدر بجاه أحمد الكريم العالمين يا من به علمت ما لم يعلم يا ذا وجود وبقاء وقدم للعرش والكرسي قصدي القدم يا ذا وجود وبقاء وقدم للعرش والكرسي قصده القدم يا ذا وجود وبقاء وقدم للعرش والكرسي قصده القدم وهب الله تبارك وتعالى لناظم هذه الأبيات دخوله الجنة التي وعد المتقون بلا آفة ولا قدر ولا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا حساب ولا حجاب قبله ولا عنده أبدا والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الشغائر مع الكبائر ومن ضمائري غافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي ليكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانع اكشف لي الأسرار والغوامضا يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى حطي من الخير وثف القلدا لقت لدى تفكر الأعظم يا ربي بقوة تعصما قلميا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشر كل من يتوب ولظواهر أبي مع الغيوب هب لي كوني بشر كل من يتوب ولظواهر أبي مع الغيوب هب لي كوني بشر كل من يتوب
ولي ظواهر أبي مع الغيوب قبولا أكون به ظاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين